ايه رايك في القرار اللي اتخذته الدولة المصرية في اللي هي تضع رقابة على الدراما؟ المخرج محمد سامي أعلن اعتزاله. شايف ده هو قرار هو اتخذه ولا الدولة هي اللي وقفته؟ وان شاء الله الدوره الجايه بقى هتبقى ليها شكل تاني. زي ما الفوانيس دي بتنور برضه قلوبنا بتنور بالقرآن الكريم. طبعا طبعا. الرسائل دي فيها حكمة أو نصيحة، ممكن تكون من طفل صغير من حافظ القرآن، ممكن يكون من شخص كبير. خد بالك من صحتك. أعزائي المشاهدين ومتابعين فوانيس الأسرار، بنتابع معاكم فعاليات المهرجان. معانا رئيس مهرجان أوسكار ايجيبت السينمائي في دورته الخامسة عشر الفنان عادل عمار. أهلا بك يا فنان. اهلا وسهلا بيك، ودايما يعني بتنورني وبتضيف لي للمهرجان بتاعي. احنا النهارده بنغطي فوانيس الأسرار مش بصدى النجوم، قلنا نعمل فكرة برضه خارج الصندوق. حلو جدا، انت افكارك حلوه. الله يخليك. دايما انت يعني بتعمل افكار خارج الصندوق، واللي احنا شفناه النهارده تكريم حافظة القرآن الكريم. مش شرط اللي هو يكون صوته حلو، اهم حاجه اللي هو حافظ. ومش شرط ان يكون حافظ القران كله او نصه او ربعه. بالظبط. انا عاوزك ايه النواه، بدايه حفظك للقران اكرمك. العيال مبسوطه قوي يا اسلام. فانا شفنا الفرحه فعلا والسعاده كانت مبسوطين جدا، بيتكرموا بدرع زيهم زي الكبار وبشهادات وبتاع، لا وبهدايا. لا وان شاء الله الدوره الجايه بقى هتبقى ليها شكل تاني. زي ما الفوانيس دي بتنور برضه قلوبنا بتنور بالقران الكريم. طبعا طبعا. تحب توجه ايه وتنصح ايه للشباب؟ انا انصح الشباب ان هو نرجع تاني بقى لعاداتنا وتقاليدنا واحترامنا لمصريتنا واحترامنا لديننا. ونحاول بقدر الامكان. السوشيال ميديا دي بتدمرنا وبتدمر عقولنا، دي اسوأ من المخدرات، انا بسميها المخدرات الالكترونيه. فلو ناخد بالنا من مصريتنا ومن ولادنا ومن بناتنا، هتبقى الدوله بتاعتنا دوله كبيره جدا. الوعي ده مهم قوي. ايه رايك في القرار اللي اتخذته الدوله المصريه في اللي هي تضع رقابه على الدراما؟ اتمنى يتم تفعيل هذا القرار، ما يبقاش مجرد صحوه وتخمد، واخد بالك. احنا شفنا بعد القرار ده المخرج محمد سامي اعلن اعتزاله. شايف ده هو قرار هو اتخذه ولا الدوله هي اللي وقفته؟ لا انا اعتقد ان ده بس عشان يهدي الجو، لكن هو هيرجع وهيشتغل تاني، محدش يقدر يجبره شايف اللي عليه. بيقدمه حاجه فعلا فيها رساله؟ لا مش عاجبني شغله بصراحه. عشان اكون صريح معاك. محتاج اللي هو يطور ويعدل. انا ولادي وهم بيتفرجوا، وعندي واختي كانت قاعده في حلقه من الحلقات، فجاه لقيتهم قفلوا، واخد بالك انت. انا كنت ساعتها واقف في المطبخ، فبقول لهم في ايه؟ قالوا لا في حاجات مش لطيفه في ايش فقفلنا. للأسف يعني بقى يمثل الشعب المصري أدوار بلطجة ومخدرات، يعني بقى نقل ثقافة مش بتاعتنا أصلا. للأسف الشديد، للأسف. قالوا الستات عاجبهم بطل المسلسل، وبيتباهوا بأن هو يعني لا حبيبته حامل من واحد تاني، ولا أنا مسامحك، مش عارف. لا بلاوي سودة. حاجات غريبة احنا كده. احنا معانا في الفانوس الضيف اللي قبلك ساب لك رسالة. تمام. افتح الفانوس ونشوف ايه، اختار ورقة من الورق الموجود. انتوا هتخوفونا ليه يا جدعان؟ لا الرسائل دي فيها حكمة أو نصيحة، ممكن تكون من طفل صغير من حافظ القرآن، ممكن يكون من شخص كبير. خد بالك من صحتك. انا فعلا للاسف الشديد يعني مش واخد بالي من صحتي خالص. طب ليه؟ والله بص هقول لك على حاجه. الضغوط النفسيه اللي على الانسان دلوقتي المصري ما بقتش سهله، واخد بالك. مش شرط ان يبقى معاك فلوس عشان ما يبقاش عندك ضغوط، واخد بالك. لا الفلوس مش كل حاجة. الفلوس مش كل حاجه، واخد بالك. الضغوط النفسيه والعصبيه، وكم المؤامرات اللي بتدار وتحاك حوالين امتنا العربيه، وسياده الرئيس على المجهود الكبير اللي بيبذله عشان يحافظ على هويتنا. لا في حاجات كتيره ما تعجبكش. بالظبط. بس برضه إن لبدنك عليك حق. والله الواحد بيحاول، واخد بالك. بس برضه الواحد كبر، يعني انا 57 سنه. شباب اهو. حبيبي تسلم. عليك يعني ما تسلم. يبانش ال 57. ربنا يبارك لك يا رب يا اسلام. ربنا يديك الصحة كده والسعادة دايما يا رب. يا رب جميعا باذن الله تعالى. حابينك بقى تكتب رسالة للضيف اللي بعده، تكتب له ايه؟ تكتب له حكمة أو نصيحة أو أي رسالة مهما تكون، يعني أي حاجة حابب توجهها له. اقولها لك ولا؟ احنا هنحطه جوه الفانوس وهو هيفتحه نبقى نقراه.
حط جوه الفانوس. برنامجك حلو على فكره يا اسلام، وانت بتبذل مجهود حلو قوي. ومثلا من ضمن الحاجات اللي مزعله الواحد ان واحد موهوب وكفاءه زيك ليه ما ياخدش فرصته؟ للأسف غير متاح حاليا. يعني نتمنى ذلك في القريب، لأن للأسف يعني كل المنتجين دلوقتي بيلجأوا ورا البنات اللي هم ينتجوا لهم. بص، نصيحتي ليك خليك انت في السوشيال ميديا دلوقتي، بسم الله ما شاء الله عليك، وكل الناس بتشيد بيك. هي مش شرط فعلا تلفزيون، الإعلام بقى مفتوح، سوشيال الله ينور ميديا، عليك. السوشيال تلفزيون. ميديا وانت بتتشاف حلو قوي، واخد بالك؟ وبتثبت وجودك وبتطور من نفسك وبتطور من ادواتك. فانا عن نفسي مش متفاجئ انك ناجح دي وكبير. حاجة تشرفني إن أنت بتتفرج عليا، وده شرف ليا. عليك، لا ازاي، الله انت مميز. ده شرف ليا. حبيبي. وأنا دايما بكون سعيد بحضوري في مهرجان أوسكار. احنا اللي بنبقى سعداء وشرف لينا والله. خليك اتشرفت بحضرتك. حبيبي تسلم.